السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا الوقت في ايه، في موسم الفراولة بتاعنا. هنعمل مع بعض احلى واجمل شوية مربى فراولة كده، تحفة تحفة تحفة، هتعجبكم جدا جدا جدا. شايفين شكل الفراولة جميل ازاي وحلوة قوي قوي قوي، شكلها بجد كده يعني ايه، تفتح النفس كده. لما شفتها في السوق قلت لازم أنا اجيبها بقى، اعمل منها شوية ايه، شوية مربى حلوين قوي كده. تمام. اول حاجة زي ما احنا شايفين كده، دول معايا 2 كيلو من الفراولة. طبعا ايه يعني 2 كيلو بعد التنظيف والتقطيع والحاجات دي كده، وطبعا يعني واحده راحت كده وواحده راحت كده، فبقى ايه حوالي كيلو ونص معانا. تمام كده. هنعمل مع بعض ايه بيهم، هنعمل شويه مربى كده عسل، العسل لوز كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعجبكم قوي 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 قوي. تعالوا نشوف مقاديرنا مع بعض ونشوف احنا استعملنا ايه بالظبط. مش هنستعمل اي حاجه خالص يعني كتير، ده هو ايه معانا زي ما انتم شايفين كده، حوالي كيلو ونص من الفراولة. ومعانا لكل نص كيلو، لكل كيلو من الفراولة نص كيلو من السكر، لكل كيلو من الفراولة نص كيلو من السكر. تمام كده يا حبايب قلبي. وهنحتاج معانا ليمونة، تمام، او نص ليمونه كده زي ما احنا شايفين. وهنحتاج معانا الفراوله بتاعتنا. اول حاجه بقى هنبتدي نوضب الفراوله بتاعتنا كده، ونحوش الايه، هنحوش العنقود الاخضر بتاعها اللي موجود ده كده، ونحوش الحته اللي بتبقى تحت اللي هي الخضره دي. تمام. هنبتدي بقى نحوشهم كده زي ما انتم شايفين كده مع بعض اهو. اهو هحوشهم، وهبتدي ان انا اقطعها قطع. انا بحب المربى بتاعتي يا جماعه تبقى قطع كده، بحب المربى تبقى قطع. باذن الله بدون مقاطعه هعمل لكم مربى الجزر بقى، بتبقى تحفه برده هي كمان، هتبقى حلوه قوي وهتعجبكم. كل التفريزات دي في رمضان كلها هتنفعكم يا جماعه، على سفره على سفره السحور كده، او على سفره يعني ايه، اما تكون عايزه تاكلي العيال، مثلا عندك اولاد صغيرين كده صايمين او حاجه، هتاكليهم من الحاجات اللي احنا بنعملها دي. عملت لكم الطعميه، وعملت لكم الفول، وعملت لكم بصوا كل الحاجات اللي ان شاء الله باذن الله، وهعمل لكم تفريزات اكتر واكتر باذن الله. دي بعد ما قطعناها كويس وغسلناها كويس خالص اهو، بدانا ان احنا نحط الايه، نحط السكر بتاعنا. وزي ما قلت لكم كده، لكل كيلو سكر نص كيلو ايه، لكل كيلو من الفراوله نص كيلو من السكر. تمام كده. تمام. نص كيلو، مش لو مش عندك ميزان اعملي 3 كوبايات بس، ايه ما تمليش الكوبايه قوي. بعد كده بقى انا حطيت السكر بتاعي اهو، ابتدي ان انا اقلبه كله في بعضه كده، وهسيبها معايا الايه، لما احطها باذن الله في التلاجة كده لما للصبح، يعني هقفل عليها زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، قلبتها كويس اهو. بعد كده بقى هقفل عليها وهحطها فين، هحطها في التلاجة للصبح باذن الله كده. الصبح بقى او ابتدي ان انا ايه اوريها لكم. بصوا بقى زي ما احنا هنشوف مع بعض كده اهي. صبحنا بقى تاني يوم بقى، كل سنه وانتم طيبين كده، وقمنا من النوم الصبح اهو، لقيناها بقى كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. بصوا دلوقتي بقينا الصبح بقى كل صباح الفل على عيونكم بقى. زي ما انتم شايفين كده هنشوف مع بعض دلوقتي الايه، الفراوله بتاعتنا. بصوا عملت ازاي بقى، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طلعت كل الميه اللي فيها زي ما انتم شايفين كده اهو. هدوبها كده بقى زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا احط ايه، اجيب بصوا بقول لكم ان فيها الميه كتير ازاي، ما شاء الله شايفين الميه عامله ازاي فيها اهي. هبتدي بقى ان انا اجيب حله، وهبتدي ان انا انزلها فيها عشان ارفعها على البوتاجاز على نار هاديه خالص. هتبتدي تنزل بقى ايه، تشوفوا هنعمل ايه مع بعض كده، وهتبقى حلوه قوي وهتعجبكم جدا جدا يا حبايب قلبي. تمام كده. بصوا اهو انا بنزل السكر اللي فيها كله، هنزله، ابتدي ان انا انزله كله زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. بصوا كده. بعد كده بقى هاخدها هرفعها على البوتاجاز بقى، وهتشوفوا معايا بقى على ايه، على نار هاديه خالص. هتشوفوا ايه اللي ايه، زي ما احنا شايفين كده بقى. بصوا بدات ان انا اعلي البوتاجاز في البدايه كده عشان اطلع الريم اللي عليها ده كله. بصي بقى انت الريم ده هو يعني على قد ما تقدري شيليه، لان الريم ده بيأثر في عمر المربى معانا، بيخلي المربى تبقى تريم كده وما تبقاش حلوه. تمام كده زي ما احنا شايفين اهو. هنبتدي ان احنا نحوش الوش بتاع الفراوله. بصوا اهو الريم الابيض اللي هيطلع على الفراوله ده، كل ما يطلع شيليه، كل ما يطلع شيليه. هي طبعا هنسيبها تغلي على البوتاجاز شويه كده. بصوا زي ما انتم شايفين اهو، هتغلي خالص عشان اقدر ان انا اشيل الريم بتاعها اللي فوق، اللي على الوش ده كده، زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. تمام كده اهو. بعد كده حطيت بقى عصرة ليمونة، او احط شوية ايه، شوية ملح ليمون. طبعا الملح الليمون هيبقى افضل بكتير. تمام كده. هقول لكم بقى على حاجة هتحفظها معايا كده دلوقتي، هنضيفها اضافة حلوة قوي، هتعمل لها بقى 3 فوائد عندنا. الفايدة الاولى بقى ايه، ان هي فيها مواد حافظة، يعني اللي هو الجيلي ده، باكو الجيلي ده يا جماعة فيه مواد حافظة، وبرده فيه مواد رابطة جيلاتينية كده بتساعد على الايه، على ان هي تربط بسرعة. ومعايا برده كمان ايه اللي هي اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللي هي الريحه والطعم بتاعها بقى يبقى جميل جدا. هتلاقي الريحه بتاعتها نفاذه وطعمها هيبقى حلو قوي. تمام كده زي ما انتم شايفين معايا دلوقتي كده. هسيبها بقى على نار هاديه خالص خالص خالص، وكل فتره كده ارجع احوش الريم من عليها وارجع تاني، كل فتره كده بحوش الريم من عليها وارجع تاني. تمام كده اهو زي ما انتم شايفين معايا كده لحد لما تستوى معانا. هعرفكم دلوقتي هي هتستوى برده ازاي، بطريقه حلوه قوي وسهله جدا. تمام كده. يا ريت لو وصلت معايا لهنا ما تنسونيش في اللايك والشير وتضغط زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وما تنسيش تسيبي لي كومنت حلو منك كده يفرحني. تمام كده اهو زي ما احنا شايفين كده، كل فتره كده انا برجع لها اشيل من عليها الريم ده كله عشان ما ياثرش في عمرها زي ما احنا قلنا مع بعض قبل كده. اهو بصوا انا بوريكم الريم كله كده طالع كتير ما شاء الله. يعني بصوا ما شاء الله شكلها حلو ازاي، جميله قوي قوي قوي. بصوا بقى هنعمل لها اختبار كده، هناخد مع المعلقه كده شويه نحطهم في الفريزر شويه، وبعدين يعني عشان تبرد بس يعني علشان دقيقه كده. بصوا لسه بقى ايه ما استوتش اهي، لسه ما استوتش. نبتدي بقى نشيل الريم بتاعنا. جبت لكم الكاميرا من فوق كده عشان تشوفهم. الريم بتاعنا بقى يعني بقى كتير كده لازم تشيليه. بصوا اهو رفعتها من على البوتاجاز كده وابتدي اشيل لو في اي حاجه برده اشيلها زي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو. تمام. بعد كده بقى انا نزلتها في ايه، في طبق تاني او في بوله صغيره كده عشان تبرد معايا بسرعه. بصوا بقى هي ما شاء الله استوت وبقت جميله جدا وحلوه قوي 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 قوي. هقول لك بقى برده الاختبار بتاعها عشان تعرفي تاكدي ان هي مستويه خالص. هتعرفي ازاي؟ هنجيب مع بعض طبعا البرطمانات بتاعتنا احنا غسلينها ومعقمينها كويس جدا بميه سخنه كده فيها، وبعد كده حطيناها على النار ثانيه. يعني بصي بتحطها بس ثانيه كده على عين البوتاجاز وبتشيليها كده تبقى تعقمت وبقت زي الفل. تمام كده زي ما احنا شايفين اهو. شايفين بقى اللون والجمال والطعم بتاعها حكايه والله العظيم، طعمها حكايه حكايه حكايه. شايفين عامله ازاي جميله جدا. لسه لما تبرد بقى معانا كمان كده هتلاقيها شدت كده وبقت حلوه قوي 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 جميله جدا جدا جدا. شايفين شكلها عامل ازاي حبايب قلبي؟ بجد تحفه 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 حلوه قوي جميله جدا معانا اهي. جربوها هتعجبكم جدا بالطريقه دي، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير لو عجبكم. بصوا بقى عشان تعرفي ان هي يعني ايه ان هي خلاص استوت وبردت وبقت كويسه. بصوا كمان شايفين عامله ازاي حلوه قوي اهو. شايفين كده جميله جدا جدا جدا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير بقى يا حبايب قلبي. طبعا عندي بقى البرطمانات بتاعتي هجيب ان انا اعبي في البرطمان بتاعي زي ما احنا شايفين مع بعض كده اهو. هعبيها بقى في برطمان. دول طبعا حوالي كيلو ونص من الفراوله. عملوا لنا ما شاء الله لا قوه الا بالله 2 برطمان حلو قوي كده. بصوا يعني البرطمان ده لو بتجيبيه النهارده مش هتجيبيه اقل، يعني اكيد سعره عالي. يعني طبعا انا ما بشتريش الحاجات دي، انا كل حاجه عندي بعملها في البيت، فانا ما اعرفش سعره كام، بس اكيد سعره عالي يعني. تمام كده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. ومعاكي بقى للسحور بتاع رمضان، وده برده طبق من ضمن سحور رمضان باذن الله معانا. زي ما احنا شايفين اهو مربى الفراوله. شايفين لونها عامل ازاي، طعمها حكايه قسما بالله يا جماعه حلو قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.